ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. حسوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. نبدا كده معاكم الفيديو ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت كده طبعا على اوضه الركنه بقالي كام يوم كده ايه، مش دخلتها. وبما اني بقى بشيل الحفاظات اللي في الاوض كلها عشان اغسلها واعمل ايه روتين في الشقه كده مره واحده، علشان خاطر طبعا الحفاظات دي فرشها من زمان، وطبعا متطربه وكده، هي مش فيها بقع ولا الكلام ده، بس طبعا متطربه وكده. شلت معاكم طبعا اللي هي بتاعت اوضه النوم، وشلت مع نفسي اللي هي بتاعت اوضه الاطفال، وشلنا الركنه وشلنا الصاله برضو وكده. وغسلنا كده بقى الحفاظات كلها مع بعض، نغسلهم كده مره واحده، ويبقى عشان خاطر يبقى فرشه البيت كلها نظيفه مره واحده. نفضت بقى كده، جبت فوطه واديله ادي كده في الايه في الركنه، بيبقى عليها بقى تراب عفار اللي هو الخفيف، اللي هو بيبقى العفاره الخفيفه دي. لو سيبناها بتتراكم على الحافظه وعلى الركنه وكده، بيبقى شكلها وحش بصراحه. فيبقى ايدينا كده في الحاجه اول باول، علشان طبعا ايه الركنه اصلا يعتبر احنا ما استعملناهاش، فعشان تفضل جديده وكده وقت يعني تبقى جديده وباين عليها ان هي لسه جديده. رصينا بقى المخدات الصغيره دي عليها، وجبت بقى كده المقشه، نكنس بقى الارض كده. هي طبعا الاوضه دي اصلا ما بتاخدش معايا وقت ولا اي حاجه، كنا حاجات بقى كانت في المطبخ كده عايزه تتحط في التلاجة حطيتها، وكيس عيش نشف كده كان في المطبخ برضو حطوه في البلكونه كده. وجبت المقشه بقى ايه نكنس الارض. نكنس بقى الارض كده على السريع. عفوا والله زوري يعني في ذمة الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. المهم كنسنا كده الأوضة كلها، ونجيب بقى الجردل كده بالشرشوبة نمسحها كده، نلم بس التراب كده بسرعة. وكنت مالية بقى الجردل كده، حاطة فيه حبة اريال وحبة كلور كده، واديله ادي كده في الارض ايه، نخليها تلمع كده وخلاص. نعيد عليها بس مرة كمان كده. نحط كل حاجة كده مكانها وخلاص، على كده الأوضة خلصت ومخدتش معانا أي وقت. وعلى فكرة هي أصلا مخدتش معايا أي وقت، مش عشان مثلا مسرعة الفيديو شوية أو كده، لأ. هي برضو الحافظة اللي أنا كنت غسلاها هنا شراها لمتها، اللي هي بتاعت أوضة الأطفال كده. ونلم الغسيل بقى ونمسح البلكونة مسحة حلوة، عشان بصراحة يعني ايه كنت مسكتة عليها كده بقالي فترة. صلوا على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لمينا كده بقى الغسيل كله. الملاية طبعا بطبقها وانا بلم الغسيل عشان تفضل مفرودة، يعني مش هحطها في ثبت الغسيل وكده تكرمش وكده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده نطبق الملاية بحط الخدوديات بتاعتها، كيسين المخدة الكبير في وسطيها كده، والخدوديتين الصغيرين بحطهم في قلب الملاية كده، عشان لما اجي مثلا اسحبها بسحبها بحاجتها، مش هفضل بقى ادور واتوه وكده. الحافظة بتاعت اوضه الركنة دي عشان صغيرة وكده بحطها في الغسالة، مش بيحصل لها حاجة يعني، مش بتبقى تقيلة على الغسالة ولا حاجة.
غير بقى الحفاظات بتاعه الصاله وكده. كنت غاسله بقى البتاعتين دول بتوع اللي احنا بناكل عليهم وكده، قلت انشرهم كده. ما يعني بيبقى مش بيبقى طبعا الغساله اصلا مطلعه الهدوم ناشفه، بس ايه تتهوى كده. لما نيجي ناكل بتكون بقى ايه اتهوت كده ونشفت، بفرشها عشان خاطر انت طبعا عارفين العيال بتخلي الدنيا عامله ازاي ساعه ما بنكون بناكل يعني. كلنا عارفين، وبالذات السن بتاع يزن ده مش بياكل بس بيبهدل بقى الدنيا، اسرع واحد ينتشي الاكل ويبهدله. ننفض بقى كده ايه السور بتاع البلكونه والشباك كده. السيد بقى شاطر اهو، كان بيلم اللعب اللي في الارض. نفسي يلموا اللعب كده، كل ما يخلصوا اللعب يلموها. مش قادره عليهم بصراحه. مش هو دلوقتي يزن عامه مش يعرف حاجه، هو السيد ساعات يلمها وساعات لا. لمينا كل حاجه كده في الارض، نكنس بقى الدنيا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهم حبه التراب اللي طلعوا من البلكونه، بقالي كام يوم مش مسحتها وكده، فحاسه ان هي مكركبه. هي كانت مكركبه من اللعب وكده. بما ان بقى محدش نشر تحت وكده، جبت بقى ايه جردل الميه اللي هو انا مسحت بيه اوضه الركنه، فاوضه الركنه نظيفه وكده. فبصراحه استخسرت بقى حبه الاريال وحبه الكلور اللي في الميه، قلت تعالوا بقى ايه استغلكم. جبت كده بقى الجردل كده، كبته في الارض وبالمقشه كده واديله ادي. بصراحه يعني ايه الميه وكده بالمقشه وبتاع بتطلع بقى ايه لو في مثلا حبه تراب متراكمين في الجزء اللي هو بيبقى الاركان وكده، بتنزل ده كله. نزل بقى كل الميه ديت في الماسوره اللي في البلكونه وكده. ونجيب بقى الغسيل، عندنا دورة غسيل كده ننشرها عقبال ما الميه تتصفى، نكون نشرنا ايه دورة الغسيل اللي معانا. هنا بقى كنت غاسله برضو الحافظه اللي هي في الصاله دي، جبتها كده انشرها عشان تلحق تنشف. انتوا عارفين بقى ايه اللي بنغير الفرشه بتاعت الصاله دي، اكتر فرشه بتتغير ممكن يومين بس تكون مفروشه وبتتغير تالت يوم كده يعني. معاكوا بقى في التصوير مش معاكوا كده، لاني طبعا انتوا عارفين بقى الاطفال، وبالذات بقى ان احنا في الصيف وساعات بسيب مثلا يزن من غير بامبرز وكده، الجو حر والدنيا بتبقى بايظه وكده، فربنا المستعان. نخلص بقى كمية الغسيل كلها، والارض كده نسيبها. مش عارفة بقى اقف في المية وكده، فقلت بقى ايه انشف الارض الاول وبعدين اكمل بقى، علشان خاطر بجد مش عارفة، لان ديل العباية العباية طويلة شوية عليا، ف حاسة ان الدنيا غرقانة وكده، فقلت انشفها كده الاول وبعدين لان كمان يزن بيجي ورايا وكده فبيتزحلق بيبهدل الدنيا. بره
نشف بقى الدنيا كلها كده. خلاص مش خدت معانا وقت ولا اي مجهود وكده، بس بجد الجو حر، والمجهود ان انا ببقى لابسه العبايه مثلا الطرحه الكلام ده هو المجهود في التصوير في كده. فربنا يعيننا، وانتوا بقى المفروض تقدرونا كده بالكومنت الحلو منكم واللايك، ومش تنسوا الاشتراك في القناه عشان خاطر بجد يعني ايه اقدر ان انا استفاد من ان انا بصور وبتعب والكلام دوت، فاهمني؟ خلصت كده بقى ايه الارض، واكمل بقى نشر الغسيل كله. هنا كنت نشرت اصلا جزء كبير من الغسيل، كانت التليفون فصل وانا مكنتش واخده بالي وكده، ف كنت يعني كنت نشرت جزء كبير من الغسيل وكده. كنت بقى حطيت الحافظه بتاعت الركنه دي في الغساله، شغلت عليها يعني عقبال ما تخلص بقى براحتها، ابقى انشرها وكده عشان خاطر تلحق تنشف، واقدر ان انا ايه اكمل لكم يعني روتينات يعني وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلصت بقى كميه الغسيل اللي نعم خلصت كده بقى كميه الغسيل. دلوقتي كان يزن والسيد بيلعبوا في البلكونه، يعني مش ساعه الفيديو، لا دلوقتي حالا كان الجرس بيرن، السيد موقع الجردل بتاع المشابك كله من البلكونه، مش عنت ملاحق اصلا مشابك منه. ربنا المستعان بقى، ويخليهم لينا ويهديهم يا رب، وندعيلهم بالهدى كده وربنا يهديهم يا رب. وبكده بقى اكون خلصت نشر الهدوم كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلاص بوريكم بقى ان خلاص خلصت. نعصر بس الشرشوبه كده، نسيبها بقى تتهوى، وندخل الجردل كده في الحمام. كده خلصنا، في لحظه هتلاقوا الطبق بتاع الالعاب ده في الارض. مش بلحق اتهنى يا اخواتي، مش بلحق اتهنى. هنا بقى كنت كده خلصت، وكان يجي بقى الحافظه الغساله خلصت، رحت نشره الحافظه كمان. واقول لكم باي باي، مش تنسوا اللايك والكومنت الحلو منكم، واسيبكم في رعايه الله. سلام.